تمن نجاحك هو كسفتك قدام الناس. طز في كلامهم، طز في رأيهم، طز في اللي هيقولوا عليك من ورا ظهرك. ده طاهر بيكبر، ده طاهر حياته بتتغير. صدقني لو انت ما عندكش العقلية الصح ولو انت ما عندكش المهارات الصح هيتداس على وشك بالجزمة. فلو انت فعلا عاوز تغير حياتك زي ما انت بتقول ركز معايا عشان هقول لك الخلاصه. لو انت من الناس اللي هو بيقعد يقول لك لخص انا هشوف الفيديو ده كله، فانا باكد لك ان انت مش هتشوف خير وان انت مش هتنجح، لان انت اصلا ما عندكش القدره ان انت تتفرج على فيديو 5 دقايق ولا 10 دقايق ولا 20 دقيقه. فازاي عاوز تغير حياتك من الاساس؟ واوعى تعمل سيف للفيديو ده زي الفيديوهات الكتير فشخ اللي انت عامل لها سيف وما شفتش اي حاجه منهم. ركز معايا كويس لان انا بكلمك زي اخويا الصغير وبمدلك ايدي وفعلا عاوزك تنجح. تمام؟ اول حاجه تعالوا كده ان احنا كلنا نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا. اول حاجه، لو انت طالب او لو انت في العشرينات وخلصت جامعه، مش عاوزك تقعد تفكر ان انت تفتح بيزنس. انا عاوزك دلوقتي حالا تلاقي شغل، ايا كان الشغل اللي انت هتلاقيه وايا كان الشغل اللي انت هتشتغله، طالما حاجه حلال وحاجه هتعلمك. يعني ايه؟ يعني ما تشتغلش في مكان ما تقدرش ان انت بكل بساطه تاخد العلم ده وتستفيد بيه في حته تانية. يعني لو انت مثلا رحت اشتغلت في ديلرشيب في اجانس عربيات، تمام، انت بتتعلم اول حاجه المبيعات، بتتعلم ازاي تبيع، بتتعلم ازاي تقنع العميل، بتتعلم ازاي اصلا تتكلم مع الكلاينت، بتفهم عقليات مختلفة، بتشوف ناس مختلفة وهكذا. فلما انت تفتح بيزنس هيبقى عندك القدرة ان انت تاخد السكيل دي، المهارة اللي انت اتعلمتها، وتطبقها في ايا كان اللي انت هتعمله. لو انت مثلا دلوقتي عاوز تفتح ماركتنج ايجنسي، ماشي، لان كتير يا جماعه بيبعتوا لي بيقول لي ازاي افتح ماركتنج ايجنسي، ازاي انت اصلا ما تفهمش حاجه في الماركتنج وما تفهمش البيزنس بيمشي ازاي. فليه يا ابني عاوز تفتح بيزنس في البدايه؟ ليه عاوز يتقال عليك ان انت رجل الاعمال؟ والله مش حلوه زي ما انت متخيل. انا كنت بقول لنفسي كده، لو انا عاوز افتح بيزنس عاوز اعمل، صدقني لو انت ما عندكش العقليه الصح ولو انت ما عندكش المهارات الصح هيتداس على وشك بالجزمه. انا بقول لك، وهتحبط وبص هتمر يعني باوقات صعبه جدا. فلو انت عاوز تفتح ماركتنج ايجنسي روح اشتغل في ماركتنج ايجنسي، مفيش اي مشكله ان انت تشتغل كموظف. مش عارف ليه يا جماعه الجيل ده كاره فكره الوظيفه. ايه المشكله في الوظيفه يا جماعه؟ عادي جدا ان انت تبقى امبلوي، عادي جدا ان انت تبقى موظف، مفيش اي حاجه عيب، مفيش اي حاجه وحشه. انا اشتغلت موظف كمهندس كمبيوتر لاكتر من 3 سنين ولا 2 سنين ونص، والحمد لله اشتغلت في شركات مختلفه بس ما حبيتش الموضوع. تمام؟ فلو انت عاوز تفتح ماركتنج ايجنسي روح اشتغل في الايجنسي، يا اما تشتغل ببلاش حتى لو هتشتغل عندهم ببلاش، يا اما تشتغل ويدوك مبلغ ايا كان المبلغ اللي هم هيدوك، لكن انت هتاخد حاجه اكبر واهم بكتير من الفلوس. انت هتتعلم من ناس بقالهم بيعملوا الحاجه دي اكتر من 10 سنين او اكتر من 5 سنين، واحد عنده خبره، اللي معاك في التيم، المانجر وهكذا. لو انت شخص عاوز تبقى جرافيك ديزاينر وعاوز تفتح جرافيك ديزايننج ايجنسي، او لو انت عاوز تفتح اي اي اوتوميشن ايجنسي، او لو انت عاوز تفتح ايا كان نوع البيزنس، روح واشتغل في البيزنس ده. عاوز تفتح محل ملابس، روح واشتغل في محل ملابس واتكلم مع الناس اللي شغالين وحاول تفهم البيزنس اونر الدنيا بتمشي ازاي. والاهم يا جماعه من كل ده، ما ينفعش ان انت تفتح بيزنس وانت اصلا ما عندكش القدرة ان انت بكل بساطة تدفع مصاريفك الشهرية. يا ابني لازم تفهم ان في احتمالية كبيرة قوي ان انت تفشل لما تفتح بيزنس. انا مش فاهم مين اللي فهمك ان انت اول ما تفتح بيزنس هتنجح. مش هيحصل، واذا حصل مش حاجة حلوة على فكرة ان انت اول ما تفتح بيزنس تنجح. عارف ليه؟ لان اللي بينجح على طول هو مع الاسف ما اتعلمش. اللي بيفشل وبعد كده بينجح بيتعلم بقى من الفشل، وبيفهم بقى ان كان في مشكله في الفانل مثلا، بيفهم كان في مشكله في السيلز، بيفهم ان دي مش مشكله سيلز دي مشكله ماركتنج، او دي مش مشكله ماركتنج دي مشكله سيلز. فاحنا محتاجين ان احنا نعاين كلاينت اكوزيشنز، ومحتاجين ان احنا ببساطه نعاين ابوينتمنت سيترز، ومحتاجين نعمل كل الكلام ده، ومحتاجين ان احنا نظبط الفانز وهكذا وهكذا. لكن طول ما انت مع الاسف ماشي كده فاهم، بتسمع لاي حد بيطلع يتكلم واللي هو انا عاوز افتح بيزنس، انا عاوز يا ابني لا مش كده، والله ما كده. تمام؟
فدي اول حاجه تعملها ان انت تحاول ان انت يبقى عندك دخل ثابت كل شهر. الدخل ده بيغطي لو انت مؤجر شقه، او لو انت حتى قاعد مع اهلك، بيغطي مصاريفك. جميل. وفي نفس الوقت بيديك القدره ان انت تستثمر في نفسك حاجه تانية. طب لو يعني مبلغ مش كويس، مرتب مش كويس، خلاص تمام، كفايه ان انت قاعد اصلا ما بتدفعش ايجار. دي في حد ذاتها نعمه كبيره قوي. اي حد عايش بره مصر هو هيدفع ايجار. تمام. فدي نقطه مهمه جدا. طيب بعد ما تخلص شغلك، قول يا سيدي هتشتغل 12 ساعه. جميل كده. وهتنام 8 ساعات. حلو. يبقى انت عندك 4 ساعات. الاربع ساعات دول بكل بساطه تتعلم الحاجه اللي انت عاوز تعملها. تمام. وتسيب شغلانتك. مش تسيب شغلانتك وتسمع الكلام اللي هو الناس بيقعدوا يقول لك نوت. لا، ما فيش حاجه اسمها نوت يا جماعه. يعني الكلام ده حلو على السوشيال ميديا، الكلام ده بيديك الدوبامين كده، فاهم، بيخليك اللي هو ايه، عاوز اكسر الدنيا. مش هيحصل، هتقع على وشك وهتموت. والله العظيم، والله بجد يا ابني انا خايف عليك. مش عاوزك ان انت يعني يجي لك اللحظه دي اللي انت فاهم تبقى قاعد كده في اوضتك و والله لسه فاكر اللحظه دي يا اخي. صدق اللحظه دي يا جماعه بتبقى صعبه بجد. اللحظه دي بتبقى صعبه قوي، ان انت تحس الدنيا كلها جايه عليك، اللي هو وانا هنجح امتى؟ الناس دي كلها بتكتب ولا ايه اللي بيحصل؟ فانا مش عاوز ان انت بجد تعدي باللحظه دي. عاوزك ان انت تبقى ماشي على ارض صلبه، مش ماشي وبتلوش، لا. فعشان كده لازم يبقى عندك ان انت بكل بساطه دخل ثابت. في نفس الوقت انت شغال على الحاجه اللي انت عاوز تعملها بقى ايه مدى حياتك. يعني مثلا انت عاوز تبقى فيتنس ترينر. ماشي. طيب انت يا سيدي قول ان انت شغال مهندس. حلو كده. خلاص انت اشتغلت مهندس. جميل. بتشتغل من 8 ل 8. حلو كده. طيب من 8 ل 8 فانت عندك ايه؟ عندك قول مثلا انت هتنام الساعه 12 وهتصحى الساعه 7 وشغلك هياخد ساعه مثلا عقبال ما ايه، عقبال ما تروح الشغل. فانت عندك بقى من امبارح من 8 ل 12 دي انت المفروض في الفتره دي تتعلم نيوتريشن، تتعلم اساليب التدريب المختلفه، تاخد شهادات، تاخد كورسات ايا كان، بحيث ان انت تبقى فيتنس كوتش. جميل. طيب بعديها بكل بساطه ابدا على السوشيال ميديا، ابدا اعمل محتوى، ابدا اعمل كونتنت. ليه؟ لان الدنيا اختلفت. يعني انت لو عملت محتوى والمحتوى ده فيديو واحد بس، فيديو واحد بس عمل حلو جدا، الناس عرفتك، الناس بقت عاوزة تتمرن مع الكوتش محمد، مع الكوتش مايكل، مع الكوتش اسماعيل، ايا كان، فاهم. طيب كلاينت في التاني في التالت في الرابع في الخامس، هتلاقي ان انت مثلا في الشهر بقيت بتعمل 10,000 جنيه، بقيت بتعمل 20، بقيت بتعمل 30. بقيت ان انت ظبطت بقى البيزنس موديل، بقى البيزنس موديل مثلا بتاعك بقى سبسكريبشن بيز بيزنس، اللي هو ايه، اللي هو انت كل شهر هتدفع المبلغ الفلاني. فتبقى انت عارف تمام انا داخل الشهر ده المبلغ ده، تمام، انا عارف ان الاشهر دي السيلز بتوع الاشهر دي السيلز بتزيد، وهكذا وهكذا. فبعد كل ده، بعد مثلا ممكن 6 شهور، بعد سنه، بعد سنتين، ممكن يجي لك الفرصه اللي هو ايه، انا همشي من شغلي، هستقيل. ليه؟ لان انا الحمد لله عندي دخل تاني، والحمد لله بعمل حاجه اللي بحبها، والحمد لله ربنا كرمني فيها، وليه لا؟ ساعتها نط، ساعتها انط. لكن اللي بيحصل ان الناس بتتكلم على النط ومش عارف ايه، واللي هو اعمل كذا، لا، ما تعملش كذا. انت لو عملت كذا وانت عليك مسؤوليات، انت رحت في داهيه. اولا مش هيبقى عندك القدره ان انت تفكس. تمام. لان يا جماعه يعني البيزنس مش فكره ان انت لو حطيت الضغط على نفسك، ولو ظهرك في الحيطه كده your back is against the wall زي ما بيقولوا في الغرب، ولو انت ما عندكش حاجه غير ان انت تمشي قدام. على فكره ممكن قدام ده يبقى فيه كميه مطبات وكميه مشاكل. فالمشاكل دي محتاجه وقت، وانت اصلا مش عاوز يبقى عندك الضغط النفسي ان انت مش بس مش عارف تحل المشكله، لا، انت اصلا ما عندكش فلوس ان انت تكمل الشهر. فانت عليك ديون وعليك مشاكل ومعكش فلوس ان انت تعمل كل ده. ليه معكش فلوس؟ لان انت سبت الشغل بتاعك، فاهم. فلو انت دلوقتي طالب لسه مخلص ثانويه عامه، او لو انت بتدرس يا سيدي،
نصيحتي ليك ان انت تشتغل اي حاجه طالما هي شغلانه حلال، وطالما بكل بساطه هتستفيد منها. وعلى فكره حتى لو هتشتغل ببلاش، انت يا حماده ما عندكش قيمه او مالكش قيمه زي ما الحاجه والحاج بيقولوا لك. يعني ايه الكلام ده يا باشمهندس طاهر او حتى طاهر؟ مش فاهم معايا الارقام. يعني ان انت ببساطه في سوق العمل حاجه، وشخصيتك مع عيلتك وشخصيتك مع اصحابك حاجه تانية خالص. تمام؟ يعني انت كواحده بنت ممكن يتقالك ان انت سبيشال، وانت الكلام ده كله جميل، لكن في سوق العمل يا جماعه مفيش حاجه اسمها عواطف، مفيش حاجه اسمها عشان انا بنت حلوه فهعمل كذا، او عشان انا واد حلو فهخش المكان الفلاني. طبعا في اكسبشنز اكيد يعني، تمام، ما بنقولش المواضيع دي ما بتاثرش على حاجات معينه، اكيد بتاثر، بس بتكلم في المجمل. لو انت شاب جميل وكيوت وهانسم وكل الكلام ده، واشتغلت في شركه وانت ما بتفهمش حاجه، هتطرد. فاهم؟ موضوع بسيط. فالموضوع بيتعلق بنضاره الحاجه اللي انت او اللي انت بتقدميها، ودي نقطه مهمه جدا. طيب احنا كده عرفنا لو انت طالب هتشتغل. لو انت بقى خلصت الجامعه، حاول ان انت تشتغل في شهادتك لو انت يعني متقبلها. لو انت مش متقبل شهادتك خالص، فبرضه حاول ان انت تشتغل في شهادتك. ليه؟ عشان يبقى عندك الدخل، او ان انت تشتغل حاجه تانية وتجيب لك دخل بس. لكن هتقعد بقى تلعن الظروف، هتقعد بقى تقول الدنيا والبلد وي وي وي، صدقني محدش بيتضرر غيرك انت، لان مع الاسف مفيش حاجه هتتغير. ويا جماعه الشكوى ما بتغيرش. ونرجع بقى لمقدمه الفيديو، ان تمن النجاح كثفتك قدام الناس. انا ايه قلت الجمله دي؟ انا قلت الجمله دي يا ابني لان انت في بدايتك هتتكسف كتير قوي 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 قوي، وانت بتحاول ان انت تبيتش البيزنس بتاعك، وانت بتحاول ان انت تقفل عميل، وانت بتحاول ان انت لو ابتديت على السوشيال ميديا هتلاقي كميه ناس بجد بتتريق عليك. وعارف اكتر حاجه قذره ايه بقى؟ الناس دول هيبقوا صحابك وهيبقوا اهلك. انا بقول لك من خبره، هيتريق عليك وهيطلعوك المسرح وكل الكلام ده. بس ايه المشكله؟ ما يعملوا كده. طز، والله العظيم طز. يعني انا فاكر لحد دلوقتي الكام حد اللي اتريق عليا، تمام؟ والناس دول انا اعرفهم، يعني الناس دول يعني يسمى ان هم اصحابي. لما ابتديت اعمل كونتنت من حوالي 3 سنين، ابتديت اعمل محتوى انجليزي، تريقه بقى ومش عارف ايه. بعديها الله، ده طاهر بيكبر، ده طاهر حياته بتتغير، ده طاهر فتح ماركتنج ايجنسي، ده طاهر مش عارف بقى يشتغل مع دول ودول والشركات الكبيره دي وصناع المحتوى دول. فيابني طز في كلامهم، طز في كلامهم، طز في رأيهم، طز في اللي هيقولوا عليك من ورا ظهرك. الكل هينتقدك، انا بقول لك، تمام؟ الكل هيسف عليك. اللي مش هيسف عليك بقى ده احتفظ بيه، لان ده واحد او واحده نضاف وفعلا بيحبوا لك الخير. لكن تقبل جدا ان انت حتى على فكره بعد ما تنجح وبعد ما انت تبني لنفسك حاجه كويسه، تقبل جدا ان هيبقى في كميه منافسه مش طبيعيه، مش طبيعيه. ايا كان السوق اللي انت فيه، مصري بقى، خليجي، اجنبي، في منافسه وفي منافسه قويه، ايا كان برضو المجال اللي انت فيه. فده فيديو كده معمول من اخوك الكبير ليك، بحاول ان انا بكل بساطه اوعيك على الدنيا. يمكن في منكم يشوفوا ان هو طويل، بصراحه مش فاهم معايا. لو حد قال لي انت ليه بتعمل فيديوهات طويله؟ انت اصلا مش من الناس اللي انا عاوزهم ان هم يسمعوا الفيديو ده، لان انت مع الاسف عندك تناكة ان انت فاكر ان وقتك يسوى حاجه وهو ما يسواش اي حاجه. يعني انت مثلا اللي بيقول لي فيديوهاتك طويله قوي دي، الفيديوهات الحمد لله بتجيب ملايين مشاهدات عشان الناس بتشوفها. انت يعني معلش، يعني انت قعدت تعمل ايه؟ انت ما شفتش فيديو مثلا اللي هو 20 دقيقه ولا 25 دقيقه؟ قعدت تعمل ايه بقى؟ نزلت على قهوه، ها؟ هو ده الحاجه المثمره قوي اللي انت عملتها. فقول كلام يتقال، يعني قول كلام يتقال وبلاش قرف، بلاش قرف يا جماعه. بس ربنا معاكم، واشوفكم في الفيديو القادم. انا اسمي طاهر، سلام عليكم.